فيلمنا النهارده عن بلاك بانثر 2 اند واكاندا فوريفر. لكن لو اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه. هيبدا الفيديو بان بلاك بانثر بيموت واخته بتحاول تصنع عشبه صناعيه عشان تنقذ حياته، بس هي بتفشل في الاخر واخوها بيموت. وطبعا الملكه هنا كانت مصدومه جدا بموت ابنها، وراحت فاجأت اخته وقالت لها ان اخوكي خلاص مات، وبدأوا يعملوا جنازة فعلا لبلاك بانثر، وكانت جنازة كبيرة جدا. وطبعا هنا بدأ المكوك ده يسحبوا لفوق عشان يروحوا يدفنوه. وبعد كده كان في اجتماع في الأمم المتحدة وبيقولوا إن واكاندا دلوقتي خطر علينا بسبب إن هم الوحيدين اللي عندهم الفيبرينيوم ده. الفيبرينيوم ده يعتبر زي حاجة كده ممكن يصنعوا منها أسلحة دمار شامل. وبعد كده فعلا ودوا جنود للمقر بتاع واكاندا ده، لكن جنود واكاندا اتصدوا ليهم وقدروا ان هم يتخلصوا منهم، بس موتوهمش وكهربوهم كلهم وخدوهم اسرى وراحوا بيهم من الاجتماع بتاع الامم المتحدة، وقال لهم لو عملتوا كده تاني احنا مش هنسكت وهنزعلكم جامد جدا. وبعد كده هنيجي اللقطة تانية ان ناس في القاعة لقى فيبرينيوم غير اللي موجود في واكاندا في مكان تاني، والست دي كان عندها امل كبير جدا ان هي تاخد فعلا الفيبرينيوم وتقول للناس ان احنا هنا فيبرينيوم في حتة تانية. وطبعا الغواصين دول حسوا ان في حاجة مش طبيعية بتحصل في قاع المية، وفعلا هجم عليهم ناس غريبة جدا، وبدأ الجنود اللي على السفينة بينطوا في المية من غير اي سبب، بسبب ان في صوت كده كان بيشدهم في المية وأكنه بينيمهم. وفعلا بدأ الناس الغريبة دول اللي لونهم ازرق يهجموا على السفينة ويضربوا كل الجنود الموجودين فيها، والقائدة بتاعتهم خدت الهليكوبتر وطارت. لكن طبعا الناس دول ما سابوهمش وفضلوا يجروا وراه لحد ما وقعوها. وبعد كده هنيجي للمقر بتاع المعمل بتاع واكاندا، بتقول ان هي عملت بدل خارقة هتساعد الجنود في ان هم يقتلوا الاعداء. بعد كده الملكة هتاخد بنتها وهتوديها مكان وهتقول لها حاولي تتغلبي على انك فقدتي اخوكي وتتقبلي الموضوع. لكن ظهر لهم الراجل اللي كان هو قائد الجنود اللي طلعوا على السفينة وضربوها، وقال لهم انا عايزكم تجيبولي العالمة اللي صنعت جهاز الكشف عن الفيبرينيوم ده، والا انا ههجم على واكاندا واخلي عليها واطيها. وراحت الملكة دي وحكت للجنوب بتوعها والمساعدين بتوعها اللي حصل، بس هم قالوا انت ازاي تسمحي تخليه يقولك كده، كنت تموتيه وتتخلصي منه. وطبعا ما كانوش مصدقين ان في فيبرينيوم في اي مكان تاني غير واكاندا، بس هم قالوا ممكن فعلا يكون في مكان تاني ويكون في نيزك فعلا راح او سقط في حتة تانية. وبعد كده راحوا للراجل ده وقالوا له احنا عايزين العالمة اللي صنعت جهاز الكشف عن الفيبرينيوم ده، قول لنا مكانها فين. وفعلا قال لها مكانها فين ودلها على الجامعة اللي البنت دي بتدرس فيها. وفعلا راحوا هناك وخبطوا عليها ودخلوا لها، بس هي كانت خايفة منهم جدا وقالت لهم اللي هيقرب مني انا هضربه. بس هم حاولوا يقنعوها وقالوا لها ان في حد تاني هيجي يتخلص منها. فعلا راحوا معاها الورشة بتاعتها، وهم قاعدين في الورشة جت الشرطة فعلا وهجمت عليهم. بس هي كان عندها بدلة كده عاملة زي بدلة ايرون مان، خدتها وطارت. والبنت اللي هي الأميرة دي خدت موتوسيكل كده وجريت بيه، وأوكويا اللي هي السمرة دي خدت العربية وفضلت تجري بيها جامد. وطبعا كانوا في مطاردة كبيرة مع الشرطة، لكن هم بيطاردوهم في حد حدف عليهم قنابل كده قلبت العربية والموتوسيكل، وطبعا البنت كانت هتموت. طبعا اللي حدف عليهم القنابل دي كانوا الناس الزرق دول اللي في المملكة الغريبة اللي تحت المية. وفضلوا طبعا يضربوا في بعض وكان في معركة بينهم، بس هم كانوا أقوياء جدا حتى قدروا يتغلبوا على أوكويا دي وضربوها ووقعوها في المية، وكانوا هيقتلوا العالمة دي. بس الأميرة قالت لهم طب خدوني أنا مكانها واوعدكم ان انا هعمل اللي انتوا عايزينه كله. فعلا خدوها مشوا هي والعالم، وراحت الشرطه مقر الحدث وعينت اللي حصل. والراجل اللي هو بيساعدهم ده لقى الاسوره بتاعت بنت الملكه دي وطبعا خدها ومشي. بعد كده الملكة قالت لأكويا مش قلتلك ما تاخديش الأميرة معاكي، أنا دلوقتي هعاقبك وهعزلك من منصبك كقائدة للجيش. وبعد كده راحت للمعمل اللي هي بتروح فيه بنتها،
وقالت له تعرف تتبع الاسوره بتاعت بنتي؟ قال لها طب انا هحاول كده، وفعلا عمل محاوله وجي يتصل. طبعا الراجل ده رد عليه وقال لها انا لقيت الاسوره دي في مقر الحدث ومعرفش صدقيني ايه اللي حصل، بس اول ما هعرف ايه اللي حصل انا هبلغك. وبعد كده راحت الملكه لهايتي، راحت البنت دي وقالت لها انا محتاجه مساعدتك في ان احنا نلاقي بنتي الاميره، اصلها حاليا مفقوده ومش عارفه مكانها فين. وبعد كده بعد ما راحت الأميرة في المملكة اللي تحت المية دي اداها اللبس، قالوا لها اللبس ده بيلبسه الأمراء والملوك، وفعلا لبسته. وبعد كده راحت البنت دي البلد معينة كده وقالت لها أنا بدور على راجل في رجله من تحت جناحات وشكله خارق كده وغريب شوية. طبعا الست قالت لها كل اللي تعرفه وحكت لها، بس قالت لها أنا بنصحك ما تروحيش هناك عشان اللي بيروح ما بيرجعش. بعد كده جه الراجل اللي هو الملك بتاع المملكة اللي تحت المية دي، فضل يتكلم معاها ويحكي لها ان هو ازاي بقى كده هو بالشعب بتاعه ان هم في وقت من الاوقات لقوا في نبتة عشبية كده تحت المية. طبعا خدوها كلهم فلونهم اتحول للون ازرق وبقوا كلهم خارقين ومبيعرفوش يتنفسوا الا تحت المية. وبعد كده خدها وقال لها تعالى اوديكي مقر الشعب بتاعي، ولبسها بدله كده وفضلوا يجروا في الميه تحت خالص. وطبعا البنت دي كانت عماله لسه بتدور على الاميره، والملكه بتقول لها اوعي ترجعي من غيرها. وبعد كده فعلا نزلت اللي هي المركبه دي تحت الميه عشان تشوف هتعمل ايه بيها. وبدأ الراجل ده يقول للاميره انا عشان ما اذيش وكندا انت لازم تساعدوني في ان انا اقضي على العالم بتاع السطح ده كله قبل ما يجولي ويقضوا عليا. وفي اللقطة دي طبعا بيقول له للراجل ده ان واكاندا هي السبب في اللي بيحصل ده كله. وبدأت الملكة تستدعي الراجل ده، وطبعا فضلت تكلمه وتقول له انا هساعدك في ان احنا نقضي على العالم بتاع السطح بس اوعى تأذي بنتي. وطبعا هي كانت بتعمل كل ده عشان تسحبه فوق والبنت التانية تنزل تنقذ الأميرة من المقر اللي هم حابسينها فيه. وفعلا قدرت تنزل تحت وقتلت البنت اللي كانت بتحرسها دي، وخدت الأميرة والعالمة كمان وطلعت تاني فوق ورجعت لواكاندا. بس طبعا الراجل ده ما كانش هيسكت، وطبعا الملكة كانت وحشها جدا بنتها وحضنتها وشكرت البنت دي على اللي عملته على انقاذها لبنتها. وطبعا الملك ده لما نزل ولقى ان في الحارسة دي مقتولة طبعا راح لشعبه وقال لهم ان الحرب جد دلوقتي وهنروح نهجم على واكاندا وهنتخلص منها. وطبعا كانت في اللقطة دي الملكة بتقول لبنتها عايزين نشوف هنعمل ايه في الايام الجاية، ولو هجم علينا الراجل ده هنعمل ايه. بس للأسف ما لحقوش وهجم عليهم في اسرع وقت، وطبعا تلاقي البحر كله اتقلب عليهم. وطبعا كان الهجوم من كل مكان، والراجل ده كان مستغرب جدا ان هم ازاي جايين على ظهر الحيتان، وبدأوا يضربوا بيهم في كل مكان. وفعلا قدروا يتخلصوا من جزء كبير جدا من جنوب بتوع واكاندا وقدروا يسيطروا على مكان كبير جدا منها. وكمان بدأ الراجل ده يضرب فيهم وضرب الراجل ده وطيره، وبدأ يضرب كمان السفن اللي هي بتطير بتاعت واكاندا محدش كان قادر عليه. لا ده كمان رجع للمكان اللي فيه الملكة وحدف عليها قنابل فوق وكسر الإزاز عليها، وهي كمان وقعت في مية. واول ما وقعت في ميه كانت العالمه اللي موجوده معاها كانت هتغرق، لكن الملكه نزلت لها تحت وانقذتها. بس عقبال ما طلعت فوق كانت الملكه نفسها اتقطع خالص وكانت هتموت. وفعلا ماتت الملكه، بس قدروا ينقذوا العالمه. والراجل ده قال لهم انا المره الجايه انا هبيد واكاندا على اللي فيها، انتوا لازم تسمعوا كلامي وتحاربوا معايا عالم السطح. وبدأوا فعلا يعملوا جنازة للملكة. وطبعا كانت البنت متضايقة جدا وبتقول للراجل ده انا عايزك تساعدني في ان احنا نقضي على الملك ده وعلى شعبه لانهم خطر جدا جدا. بس هو قال احنا لازم نفكر لان قوتهم خارقة وممكن ما نقدرش عليهم. بعد كده راحت المعمل بتاعها وكانت عايزة تصنع العشبة دي الصناعية دي مرة تانية وتحط فيها كمان قوة خارقة وتعيد مرة تاني بلاك بانثر. وبدأ الشعب بتاعها يجتمعوا مع بعض عشان يعرفوا ايه اللي هيعملوه وازاي يحاربوا الناس دي. وطبعا الاميرة بدأت تقول للأكوية وتقول للبنت دي انا صنعت لكم بدل خارقة. وطبعا بعد ما عملت التجربة بتاعتها نجحت والعشبة الصناعية فعلا بقت موجودة وشربت
الاميرة كمان منها، واول ما شربت بدأت كده تتخيل حاجات، وشافت ابن عمها، وبعد كده بتقول له انا عمري ما هكون زيك، انت كنت طماع، وبعد ما خدت العشبة حرقت كل الباقي عشان ما حدش يبقى عنده قوة بلاك بانثر غيرك انت بس، وانا اكيد مش هعمل كده. وبعد ما فاتت كانت متضايقة جدا ان هي حلمت بابن عمها، كانت عايزة تحلم باخوها، وكانت فاكره ان مفيش اي قوه خدتها، لكن طبعا كانت متضايقه جدا وضربت البدله دي كده بوكسر احتار. فقالت ايه ده، معقول انا جات لي قوه بلاك بانثر؟ وبدات تلبس البدله بتاعته وتلبس القناع بتاعه، وراحت كمان المقر اللي فيه القبيله بتاعتها، وطبعا نزلت من فوق وكلهم اتفاجئوا بيها وبقوتها. وكمان الراجل ده لعبها ريست وهي غلبته، قال لهم فعلا بلاك بانثر عاد مره تانية من جديد. بس انا برضو معترض على اننا نحارب الراجل ده قوي جدا وعنده قوة خارقة ومش هنقدر عليه. بس هي قالت له انت هتيجي معانا وهنحاربه وان شاء الله هنغلبه. بدأوا فعلا يجهزوا الجيش ده، وقالوا احنا عايزين نعمل خطة ان احنا نسحبه في مكان فيه بخار ميه كتير جدا، عشان هو ما بيعرفش يتنفس الا في الميه، واحنا لما هنجففه كده مش هيعرف يتنفس وهنموت، وممكن كمان نوديه صحراء. وفعلا ودوا جهاز للفيبريم تحت الميه، ودي كانت خدعة عليهم، وراحوا لمكان الجهاز ده. وطبعا واحد السفينه بتاعت واكاندا طلعت صوت عالي جدا، والصوت ده ما كانش مستحملينه وبعدهم عن السفينه، وبدات كمان العالمه دي تلبس لبس ايرون مان وتحارب معاهم. وبدأت الجنود بتوع واكاندا طبعا يضربوا الناس اللي هم الزرق بتوع المملكة التانية دي، وبدأت طبعا بلاك بانثر اللي هي الأميرة دي تضرب فيهم كمان، وقالت أنا هنتقم للملكة، وفضلوا يضربوا فيهم، وكمان قدروا إن هم يحبسوا الملك بتاع المملكة التانية دي في السفينة، وكمان يطلعوا عليه بخار مية عشان يجففوه. بس هو فضل يضرب في السفينة، وطبعا هنا من الناحية التانية كانوا في السفينة عمالين بيحاربوا الشعب التاني ده، بس كانوا طبعا صعبين جدا ان هم اقوياء قوي قوي، وقدروا كمان ان هم يكسروا المكان اللي بيطلع الموجات الصوتية ده. وفعلا بدأت الحرب بينهم تبقى قوية جدا، وكمان قدر الملك ان هو يدمر السفينة. بس طبعا الأميرة حاولت ان هي تهجم عليه ويحاربوا بعض، لكن هو قدر ان هو يوقع السفينة والسفينة اتكسرت. بس طبعا هي كانت امرت ان السفينة اللي هي بتطير بيها دي ان هم يروحوا مكان فيه صحراء. لكن من ناحية تانية بدأ طبعا بتوع واكاندا يحاربوا الناس التانيين دول، بس عددهم بدأ يكتر لأن مفيش أي حاجة موقفاهم، وبدأوا فعلا يقضوا على جزء كبير جدا من الجنود بتوع واكاندا. وهنيجي من ناحية تانية ان بلاك بانثر بدأ يحارب الملك ده، بس طبعا الملك ده كان سريع جدا وفضل يضرب فيها جامد. وكويا وطبعا والبنت التانية بدأوا يلبسوا البدلة الخارقة دي ويضربوا في الشعب التاني، وبدأ الملك برضو من الناحية التانية يحارب بلاك بانثر. ده كمان قدر ان هو يدخل رمح في بطنها، بس هي قدرت تكسر الرمح ده وتطلعه من بطنها، وقدرت كمان تنط من فوقيه وسحبته ناحية السفينة الفضائية اللي وقعت وفجرتها في ظهره. وطبعا هو وقع على الارض وما كانش قادر خالص، وحطت رمح على رقبته، وكانت بتفكر ان هي تموته، وقالت له لو ما استسلمتش انا هقضي عليك. وفعلا استسلم في الوقت المناسب، وراحوا للمكان اللي فيه السفينة اللي هي في المية دي، وقال لهم انا استسلمت خلاص، محدش يأذي اي حد. وفعلا واكاندا رجعت تاني هي القائدة والمملكة والشعب الأقوى الموجود، وبدأوا يصنعوا العشبة الصناعية دي في كل مكان. وكمان الأميرة جابت عربية تانية للعالمة دي بدل العربية القصر، وقالت أنا هشحنها لك على بلدك. وطبعا هنا كانت بتقول للملك أنا زعلانة جدا إنك عملت كده واستسلمت. قال لها دلوقتي واكاندا بقت دولة محايدة. وبعد كده بدأ في حفل تنصيب اللي هي الأميرة دي إن هي تبقى الملكة عليهم، لكن الراجل ده قال أنا هتحداها في معركة. وهنا هتيجي إن الأميرة راحت هايتي للبنت دي وشافت ابن أخوها، وبكده تبقى خلص ملخص النهاردة، وإلى اللقاء في ملخص تاني جديد.